لازم قبل رمضان نديها كم مرة كده ايه، أكلة فسيخ حلوة. عادة بقى، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا من الناس اللي قبل رمضان دايما أجي كده قبل رمضان بحوالي 15 يوم وأقوم عامل شوية فسيخ حلوين كده على إيديا، ما أروحش أشتريه. هتقولي عامله إزاي يا شيف رضا؟ هقول لك اذكر الله وصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كده، وحط لي لايك للفيديو ده. وده الفسيخ اللي أنا عامله أهو. تعالى كده أهو، بص عامل إزاي. عامله بطريقة حلوة، وطبعا الطحينة تحط عليه شوية طحينة كده. بص بص بص، شوية طحينة، وتقوم واخد ايه، حتة كده، شايفين؟ ده الفسيخ. لازم قبل رمضان، عادة كل سنة وحضراتكم طيبين، ان احنا نديها فسيخ قبل رمضان. الله، شايفين؟ طبعا طماطمية كده اهي، مع مثلا ايه شوية ليمون اهو، نديها كده ليمونة اهي. يا سلام، الله، اهي كده. لازم قبل رمضان نستمتع بأكلة فسيخ. احنا المصريين بنحب الفسيخ، مفيش كلام. طريقته هسيبها لكم في صندوق الوصف او في التعليقات. عامله بطريقه حلوه كده بملح كويس، مع شويه، بص 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 بص، شايف؟ فين البصل؟ طبعا مش محتاجين شطه. شطه اهي اهي، ممكن قرن شطه من ده كده، او ده ماشي، وتحط معاه مع بصلايه وتعمل كده اهي. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم، وان شاء الله في حاجات حلوه ان شاء الله هتنزل قريب. انتظرونا. احلى فسيخ من الشيف رضا شعبان فوده. لما تجربوا الطريقه بتاعته هتعجبكم قوي. يلا اتفضلوا معانا. قولوا لي رايكم في التعليقات. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.